الله وبركاته. عايز اقول فضفوضه كده افضفض بيها للشعب المصري. خدوا بالكم، خدوا بالكم، الخطر بيتربص مصر من كل حته، حوالينا الخطر في كل حته. اسرائيل، تركيا، والبحر المتوسط، الحوثيين والبحر الاحمر، من ناحيه السودان، من ناحيه ليبيا، بعض الخلايا النائمه الاخوانيه في مصر. اديكوا شفتوا الاخوان عمالين يقول لك الجيش ومش الجيش ومش الجيش. الجيش نبيه اقوى في ال10 سنين من 2014 النهارده. مصر بقت تالت قوة بحرية، بسم الله ما شاء الله. ما ح- لا لا لا، ما حدش يتكلم عشان انتوا مش فاهمين. الجهل عدونا الاساسي. سوريا لما كان فيها المأسوف عليه بشار القاتل، قاتل شعبه المجرم، كانوا سايبينه مفيش خطر، يدوب الجزمة وهو قاعد محمي في إيران، ومحمي في حزب الله، ومحمي في الأمريكان، ومحمي في الروس، وهكذا. بلد مقسمة فيها كل الكلاب بتاكل فيها، اتقسمت 60 جزء. حتى بعد ما وقع الكلب بشار، عايزين حطموا الجيش اللي فيها. كان شويه مدافع فاضيين وطيارات خردة، كسروهم برضه تاني. اسرائيل مش هتسمع علينا لو جيشنا ضعف. شفت بعض المحللين الغرب والامريكان والصهاينه قال لك مصر جيشها هينتشر في سيناء في ساعه الحرب وساعه الخطر في 6 ساعات، وجميع انحاء ربع مصر. الحمد لله. لا، نجوع والجيش يبقى قوي، نجوع وبنيتنا التحتيه تبقى قويه، مش هنموت من الجوع. انا اول واحد من الغلاء الفاحش ده. انا تعبان، انا باخد 4000 جنيه مرتب معاش، ما مش جايبين فواتير الكهرباء والنت مش جايبين. في ناس مش لاقيه لضا، انا معاكم. لكن في اسباب خارجيه وداخليه. اسباب الداخليه من جشع بعض المستوردين والتجار، ومن العيب فينا من احنا. والخارجيه بقى اللي هي كورونا وحرب الخليج حرب غزه وحرب روسيا وهكذا اوكرانيا. والاقتصاد كله في دول العالم كله في تضخم. في امريكا نفسها هي اقوى دوله، في الصين تاني قوه. احنا عندنا عدد سكان قد دول الخليج، وما ادراك باقتصاد دول الخليج اللي من تحت الارض بدون مجهود. ربنا يوسع عليهم يا سيدي. ورغم ذلك ريت البنزين عندنا ارخص من ريت البنزين في السعوديه ومن الامارات. والدخل عندهم اعلى مننا، لكن احنا هنا الدخول ضعيفه. لكن الحمد لله ناكلها بشويه ملح ونحافظ على مصرنا ونحافظ على بلدنا. الأهم نعمة الأمن اللي فيه، نعمة الأمن اللي احنا فيه. لا، نعمة الأمن اللي احنا فيه. أنا أول واحد استفدت من عصر السيسي. اتعالجت من حملة فيروس سي. استفدت من التأمين الشامل، بروح أغسل كلى مجاني. تأمين صحي شامل أفاد ولسه في سلبيات، بس في سلبيات، في سلبيات، في إيجابيات أكتر من السلبيات 500 مرة. بنية تحتية في صناعة وفي تجارة وفي زراعة. زادت الرقعة الزراعية يا بني آدمين. 4 مليون فدان، 4 مليون فدان. ترع جديد، صحارات جديدة، أراضي جديدة. وما زال الراجل بيفحر في الصخر. علينا ديون خارجية من قديم الأزل تعبانة، وبتاخد أكتر من نص دخل مصر، مش بتاعته، بتاعت اللي سبقوه وغيره وغيره وغيره. وأخطاء حكومية وأخطاء إدارية. الخوف علينا من نفسنا، الخوف علينا مصريين من نفسنا. إشاعات، بلاش نروج في الإشاعات
وننفخ فيها، ولازم نشغل عقلنا ونحارب جهلنا. سندنا في ايد وحدة وطنية. ما هي مصر عبارة عن ايه؟ ارض عليها وحدة وطنية بين ايه؟ شعب وجيش، شعب فرعين المسلمين والمسيحيين والجيش. غير كده مش هنلاقي مصر. كانت مصر ضاعت زي الدول اللي علينا، السبع ثمان الدول العربية اللي ضاعت، ولن تقوم لها قائمة حتى الآن، إلى أن يشاء الله تقول لا اللي احنا فيه، تقول لا اللي احنا اتشال الدعم عشان كل واحد يبقى توته على كبوته، عشان اللي يخلف يشتغل. ان احنا كنا لازم بطاقة التموين ولازم الكوبون ولازم البتاع مش عارف. انا اعرف واحد في التراب، عايش في التراب، مخلف 12 عيل. ليه يا جدع انت عايش في تراب؟ لو عايش في قصر هتعمل ايه؟ لازم نحارب جهلنا عشان ربنا يكرمنا. ومصر خدوا بالكم الكلاب بتضل حواليها كتير، اولهم اسرائيل ومساعدة الشيطان الاكبر امريكا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله في بلدنا، وحافظوا على اللي عمله لنا الرئيس ده في 10 سنين، اللي ما اتعملش في 100 سنة. واقسم بالله اللي عمله السيسي في 10 سنين انا شايفه انه ما اتعملش في 100 سنة. طرق، كباري. انا كنت بروح هنا الشغل في بلد اسماعيليه دي، بحرق نص صفيحه بنزين رايح جاي. دلوقتي في كباري وانفاق ومش عارف ايه وشوارع ومحاور جديده. مفيش. كنت بقف نص ساعه انا ورايح الشغل وانا لا عند برج ال30. لكن الحمد لله انا في بلدي كباري، طرق جديده، مستشفيات جديده، مدينه اسماعيليه جديده. انا قدام عيني، انا انفاق قدامي، قناه السويس جديده، استثمارات جديده في كل مكان، مصانع جديده اتفتحت. نحمد ربنا على اللي احنا فيه. في تعب في غلاء لكن ناخد بالنا. الواحده، رئيسنا، جيشنا، شعبنا، حكومتنا رغم اخطائها لازم نبقى ايد واحده ونستحمل. وبشر الصابرين. ربنا قال كده وبشر الصابرين. لما يبقى في مصيبه ولا في غلاء نصبر، قال لك وبشر الصابرين. ربنا يجعلنا من الصابرين، ومصر امنه ليوم الدين ان شاء الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.